السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أم أحمد المصري لفرش العرايس بسوهاج وأسيوط. سمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني ويبارك العروسين يا رب ويجمع بينهما في خير. معكم في فيديو جديد من فيديوهاتي في فرش العرايس. الفيديو ده أول فيديو إن شاء الله هنزله النهاردة، ده أول يوم رمضان سنة 2024. ده أول فيديو هنزله النهاردة على القناة، وكل يوم إن شاء الله هنزل لكم فيديو جديد كان شغلي يعني من الفيديوهات كنت بنزلها على الصفحة عندي على الفيسبوك. فنسمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله. أول ما ندخل من باب شقة عروستنا هنا ده أوضة الركنة. دي مكتبة الشاشة، عليها طقم الدوناتس اللي هو طبعا طالع موضة دلوقتي، وجنبه فازة، ودي طفاية، دي الشاشة. هنا الديكورات هتلاقوها بسم الله ما شاء الله حلوة جدا. حلوة فكرة الرخام اللي بيبقى ورا الشاشة والتجديد الخشب. هنا هتلاقوا العروسة مميزة، أغلبية الشقة عندها هتلاقوا الألوان الكشمير، بتحب اللون الكشمير. طبعا ده لوني برضو المفضل، فهنا عاطي شكل حلو جدا في المكان. لون مريح للعين بصراحة. دي هنا الشاشة، شكل الخلفية بتاعته شكلها حلو جدا، اللهم بارك. هنروح هنا ده للنيش، نسمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهنيها ويسعدها يا رب. النيش هنا ده كان ضرفتين، يعني قطعة واحدة من غير الاسوار. هنا حطينا تحت طقم الأركوبال. طبعا اللون معروف، الأركوبال لما بيبقى لونين هنا بيبقى شكله مميز جدا غير الأركوبال العادي، يعني كان اللونين أسود وأبيض. رصته لها هنا من تحت. مش عايزة أقول لكم إن النيش ده رصيته مرتين. العروسة ما كانتش مقتنعة بحكاية الأركوبال هنا في النيش، بس بصراحة كان هيبقى متداري في المطبخ، مش هيبقى ظاهر لأن شكله حلو بصراحة. ده طقم الصيني، هو كان نص طقم حطيناه في رف واحد. زي ما قلت لكم هنا هتلاقوا العروسة طبعا بتحب لون الكشمير، فهنا طقم الصيني كان عليه رسمة كده كشمير، اللهم بارك، كان شكله حلو جدا. هنا الرف ده بقى حطينا هنا طقم الفطار وجنبه أطقم كاسات. كان برضو طقم الفطار طالع موضة حلو جدا. جنبه هنا ده طقم بوهيمي غني عن التعريف أكيد. وطبعا حطينا كسرنا اللون شوية بطقم كاسات من ورا لون اسود، وكوبايات مية وكوبايات شاي علشان نزين به الرف. ده الكارت بتاعي، ده شكل طقم الفطار. بصوا هقولكوا على معلومة هنا بالنسبة للنيش، هقولكوا برضو في كل فيديو معلومة بحيث ان ايه تستفادوا. لما يبقى عندنا نيش زي كده بنجيب 3 دست حوامل أطباق النيش اللي هي بتشيل طبق واحد، المقاس الكبير ده اللي هو بيتحط عليها الأطباق للتزيين، اللي هو زي طقم الفطار وطقم الصيني بيتحط عليها الأطباق بشكل حلو تبقى ثابتة. الحوامل هي بتشيل طبق واحد. هنا الرف ده حطينا فيه أطقم كاسات، ده طقم كاسات بوهيمي ذهبي. حطينا جنبه طقم كاسات فضي، الناحية التانية برضو طقم كاسات. ده شكل النيش. يا رب يكون شغلي واضح وعجبكم. لو وصلتوا معايا للفيديو لهنا اتمنى تدعموني، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد في فيديوهاتي، وما تنسونيش باللايك. كده خلص معانا النيش. ده شكل النيش كده من بره. نروح بقى اوضه النوم، اللهم بارك. عايزين نقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهنيها ويسعدها يا رب. دي اوضه النوم زي ما قلت لكم، برضو هتلاقي الوان كشمير كتير معانا النهارده، فبرضو دخلتها هنا في اوضه النوم فعطتها شكل حلو ومميز. دي كنبه هنا بالنسبه لان الاوضه بسم الله ما شاء الله كبيره، فحبت تستغل المساحه. دي التسريحه، دي البرفانات والسبريهات بتاعت العروسه. في هنا بتتباع دلوقتي صواني للديكور على التسريحه بنلم فيها كل البرفانات. ده شكل التسريحه، ده شكل الاوضه كامل. هنا اللهم بارك الاوضه كانت مساحتها حلوه. ده تزيين السرير اللي انا بعمله، عملت لها تزيين بشرطان الستان، كتبت لها I love you بقلوب، دي انا بزين بيها.
مش هتلاقوها عند حد غير التزيين بالقلوب دي. ده ظهرية السرير هنا كانت بسم الله ما شاء الله برضو متنجدة تنجيد لون كشمير، والستاير برضو لون كشمير، فبسم الله ما شاء الله يعني حاجة مميزة. ده شكل السرير كده. صورت لكم كل تفصيلة بحيث ان لو في حد نفسه يجهز شقته عايز يعرف الديكورات ايه الاشكال ايه. بيفيد طبعا عرايس كتير لو هي مش عارفة تختار، فبتدخل فيديوهات بتشوف الاشكال والالوان والموضة ايه في الدهانات. برضو السجادة هنا كانت لونها حلو. لو تلاحظوا هنا تنجيد السرير على الجناب برضو. نشوف بقى الدولاب من جوه. هنا حطيت لها كل العبايات الشتوي، كل الهدوم الشتوي عامة، بيجامات وعبايات. الناحية التانية هنا برضو حطينا كل اللبس الصيفي، اللهم بارك. ده اللبس الصيفي، عبايات وبيجامات وبرمودا والحاجات الصيفي كلها. الرف ده الطرفة دي كانت ازاز، فحطينا حبينا نحط حاجة يعني كده كمنظر. هنا حطيت لها طقم مفوط، رصت لها في الرف ده فوط. بصوا هنا كان في ملحوظة، مع ان الأوضة بسم الله ما شاء الله كبيرة، بس كان الدولاب مساحته صغيرة من جوه. تشوفوه من بره تحسوا ان هو كبير، لكن الرفوف من جوه كانت صغيرة. هنا العروسة كانت عاملة الدولاب لحد السقف عشان نلم معاها اكبر كمية، فحطينا هنا دي اطقم ملايات، عملت لها الشكل ده، زينت لها بوردة. فده شكل رصة الملايات. عملت لها هنا رصتين ملايات، كل رصة بشكل مختلف. يا رب يكون شغل عجبكم. اللهم بارك. ان العروسة كانت خامة حاجتها حلوة، كل الحاجة بتاعتها خامتها حلوة، كانت بتساعد بصراحة. الخامة لما تكون حلوة بتساعد ان احنا نشتغل ونزين اكتر والحاجة تبان اكتر. ده خلص. هنا الرف ده، هنا حطينا بقى دفاية وزينا جنبها بالفوط. الرف ده برضو حطينا فيه فوط، لان الرف اللي تحت كان صغير، فكملنا بقى الفوط فوق. دي كانت رصيتي في الفوط. يا رب يكون شغلي واضح. هروح للرف اللي بعده. هنا بقى حطينا لها اللحاف والمفرش القطيفة. ده مفرش القطيفة وده كان اللحاف، برضو عملنا له شكله، حطينا زيناه بالورد. زي ما قلت لكم الخامة بتساعد طبعا في التزيين. لما تكون الحاجة خامتها حلوة بتخليكي تعرفي تشتغلي. هنا كان نظام رفوف، عملنا فيها، حطينا فيها الشنط. هنا دي كوفرتة جنبها فوطة برضو زيناها. دي فوط دي شنط رفوف كانت معمولة برضو في الدولاب، فحطينا عليها الشنط. وده بانكت عشان برضو ما يزحمش هنا عندي سرير، فحطيناه في حتة لوحده. ده كان شكل السرير. اللهم بارك. ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا شغلنا بنفرش عرايس، بنرص دواليب ونيش ومطبخ، بنزين للعروسة شقتها، بس طبعا غير النظافة ملناش دعوة بالنظافة. فاحنا بيبقى لينا نظام معين بقول عليه للعروسة ان شاء الله لما تيجي تحجز معايا، فبقول لها على النظام بتاعي. طبعا لما العروسة بتمشي على النظام بتاعي ده بيريحني وبيريحها، طبعا بفنش وبسلمها الشقة كاملة. بس لما ما بلاقيش النظام وبلاقيش فيه نظافة ولا اي حاجة من اللي انا بقول عليها، فبيكون في تأخير. دي اوضة الاطفال، اللهم بارك. دي الوانها يعني هنا تغير اللون عن اللون الكشمير. دي نظام
تسريحة او مكتبة، يعني مكتب، نظام مكتب. ده شكل اوضة الاطفال. ده الدولاب. هو 4 ضرف، والناحية التانية دي كانت مراية بالطول بس مفيش جواها حاجة. دي كانت هنا أول حاجة هنا فوق، ده كان لحاف الأطفال. ظهرت الرسمة بتاعته. هنا بقى دي حطينا هنا ملايات الأطفال، فوط زينا بالفوط معاها. دي ملايات السادة على جنب والمنقوش على جنب، زينا جنبهم طبعا دي فوط الأطفال. بنحاول طبعا كل فترة نغير في شكل الرصة بتاعتنا عشان مبقاش كل الرصات زي بعض. ده شكل الرف اللي فيه الملايات. هنا دي برضو ملايات، بس دي كانت ملايات بتاعت السير الكبير، مقطاش هناك فحطيناها هنا. دي كلها ملايات منقوش وملايات سادة ومعاهم فوط. الرف اللي تحت هنا طبعا لمينا فيه كل الدفايات. هنا سيبنا الرف للعريس عشان ما سيبنالهوش طبعا في اوضه النوم، ما كانش فيه مكان، فحطينا هنا ده مفرش قطيفة وجنبه كوفرتات اطفال. يعني احنا برضو بنمشي على حسب ما العروسة عايزة والدنيا هناك بتكون عندها ايه. فلو هي حابة ان احنا نسيب مكان للعريس بنسيب طبعا، وده الافضل انا بالنسبة لي ان احنا نسيب رف للعريس. لو مفيش مكان والدنيا زنقت معانا فبنضطر نسيب له مكان في اوضه الاطفال. ده كان شكل اوضه الاطفال، الشكل النهائي. يا رب يكون شغل عجبكم. دي هنا ده المطبخ، قول اللهم بارك. ده شكل المطبخ. طبعا هنبص بصة كده من الأول، وبعد كده هنفتح ضرفة ضرفة ونقول جواها ايه. ده كده شكل المطبخ. هنا دي كانت حاجات المفروض تتحط على الرخامة، بس طبعا عشان ما نتحمهاش وزينا طبعا بطقم كاسات. ده بوتاجاز، وجنبه هنا ده الشيف وطقم توزيع. هنا برضو حطينا أطقم توابل تبقى قريبة من ايديها، طقم السكاكين، طقم المعالق، الاير فراير، طقم التوابل، كاتل، طقم فناجين قهوة. طبعا احنا بنحط على الرخامة اللي العروسة جايباه وحابة ان هو يظهر، ده بيبقى كل واحد وذوق. في عروسة ما بتحبش ان هي تحط كل حاجة على الرخامة، فاحنا بنحطها لها في المطبخ، ده العجان والميكرويف. وفي عروسة بتبقى عايزة تظهر كل حاجة وبرضو ما يبقاش في مكان في المطبخ، فبنضطر ان احنا نحطه على الرخامة. فتبقى العروسة ايه، عشان بس بتيجي تعليقات الرخامة زحمة هتحط ازاي. هو بس اول اسبوع، وبعد كده العروسة بتحاول تلم الدنيا. هنا رصينا لها اطقم كوبايات تبقى قريبة من ايديها واستعمال. طبعا بننوع في كل رف، كوبايات مية، كوبايات شاي، كوبايات قهوة. فكل رف بنحط فيه بننوع فيه. ده هنا ده حطينا هنا دي أطقم كاليزينة، يعني مجين هنا دول. دي برضو أطقم كوبايات بننوع زي ما قلت لكم، كوبايات مية، مجات، كوبايات شاي. برضو هنا كوبايات، يا اللهم بارك، كانت كوبايتها من الحاجات النوعيات الخامات الحلوة. برضو دي حاجة للديكور، فحطينا فيها حاجات ديكور. هنا بقى حطينا لها أطقم البايركس والطواجن البورسلين. هنا طقم السمك، وبولات بولات إزاز، وطقم خشاف. هنا جمعنا لها الأجهزة الكهربائية، الخلاط والمضرب والهاند بلندر والكبة. فوق هنا برضو جمعنا لها في حاجات طبعا احنا مش بنفتحها. ده طقم الرحلات. هنا ده طقم ميلامين حطيناه لها كله في رف. هنا بقى جمعنا لها الحاجات اللي هي مش هتستخدمها أوي، فجمعناها لها فوق.
حطينا هنا جمعنا كل الحاجات الاستانلس والألمونيات في رف واحد، حلة الضغط والطاسات والصواني. ده طقم حلل ألمونيا جمعناه لها برضو في رف واحد. برضو هنا ده طقم حلل ألمونيا. حطينا هنا طقمين حلل الجرانيت، حطينا لها كل رف طقم. كانت جايبة لونين، واحد أسود وواحد موف، حطينا لها كل واحد في رف. هنا بقى جمعنا لها الطاسات والصواني. عجبتني تقسيمة الطاسات تقسيمة الصواني دي المربعات. الطاسات حطيناها فوق كلها، وتحت حطينا الصواني التيفال والجرانيت والسيراميك وصواني البسبوسة. فحلوة يعني، عجبتني حكاية التقسيمة دي بصراحة. هنا برضو عملنا لها كل الصواني. ده اللي هنا على الميكرويف طقم جيلي. هنا برضو كوبايات، هي بسم الله ما شاء الله كانت جايبة كوبايات كتير فجمعناهم برضو في الأرفف. ده طقم توزيع ستانلس. دي العجان، دي مجات. انا مش بنصح بجماعة برضو ان يبقى الرخامة زحمة، يا ريت ما نحطش حاجات، ما نجيبش ده طقم الشوربة يعني. ما نكترش في الحاجات اللي على الرخامة برضو عشان ما تزحمش الدنيا. اتمنى طبعا يكون شغل عجبكم، وهستنى رأيكم في التعليقات. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد في فيديوهاتي في فرش شقق العرايس. ولو حابين تشوفوا شغلي بصور برضو فيها بسيب لكم لينك الصفحة هنا على في صندوق الوصف تحت الفيديو. اتمنى يكون شغل عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد من فيديوهاتي في فرش شقق العرايس. مع السلامة.